بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. رمضان والقرآن، هذا عنوان الدرس لاستقبال هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم. عنوان رمضان والقرآن. ربنا قال في سورة البقرة في الآية 185: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ربط الله عز وجل بين القرآن وهو منهاج حياة وهذا الشهر الفضيل شهر رمضان. ربي في كيس زال ذم قرآن يوقور رمضان إفذريثي تسيسميس ذي لا يوم السلام الآية 185 من سورة البقرة الشديث القرآن، والقرآن منهاج حياة. أيث مثلا وين غدي خلقا إن جرد أفريذ من السلامة ورثكين دما، منهاج حياة. القرآن الكريم هو الذي يضبط حركة الإنسان مع الوحي الثاني، السنة النبوية المطهرة، هما يضبطان حركة الإنسان في جميع مناحي الحياة. القرآن وكذا السنة اللي هو الوحي بشقيه قرآن وسنة ذنثني دي جار لافريذ ذي كل مجال. ربي مديننا مثلا إند ذي سورة الإسراء الآية 9 الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن ذنتيك توليهن أمذان يمذان المرة سين يلهان للتي هي أقوم في جميع مجالات الحياة. في المجال العقدي الاعتقادي القرآن يبصرنا بالله الواحد، أي معنى ما نسنا ربي ذاين كان يقولوا نسينا ربي عرقنا سيبردان كن يبغوا إلا يروى يتش يسوى يسعى تزمر يسعى الدريا يسعى الشركات يسعى مليارا أم بعد كل شيء لا شيء أدي فغر زيرو ما إلا ورسينا ربي مما يسنا ربي لا باس كن يبغوا إلا رابح هذه ربح الدنيا شوي لان ولا خرث بإذن الله هذه لي مرتاح خاطر يسن وين في السلكن ذي ثلث القرار لا في اترنال الحياة الأبدية ماشي تسع صايض سينا غير تراجون أبري الموت. لذلك يمدينا ربي سبحانه في المجال العقدي إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. في مجال العقيدة تفتح مثال ربي مدينا في سورة البقرة الآية 256 فقيت تسد بعد آية الكرسي. آية الكرسي 255: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. تقوم قرأ آية الكرسي الآية 255 مباشرة من بعد الآية قيت تسد الآية 256: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. آية عجيبة معناه ربي سبحانه ديقار إلى قات السين مربي يون خاطر باش نوزو ما نزل لك الشغل كاع ما إلا العبد السين ربي نغي سنيثا بيبري خاطر هذا مسني أبيبري فينا ما تنفعش إلا قبل ما تيقرز مليح. يلا إذن تنجرغ العقيدة القرآن إملا غذريذ من الإيمان كيس اسمه القرآن يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. فقيل يوم الإسلام ذي سورة البقرة الآية 256: فمن يكفر بالطاغوت، وهذا شرط الأساس لصحة الإيمان
وسلامته. لا يمكن أن يكون الإيمان صحيحا إلا إذا كان مجردا من جميع الشوائب، شوائب الشرك وغير الشرك. لذلك لا بد من الكفر بالطاغوت الذي يسبق الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. آيات أخرى كثيرة، منها ما قال ربنا في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال ربي يمكن يمشي لي دي شجع قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أكن مالاني مشجعن عليه الصلاة والسلام الناس ربي إني ثسن يذكر خلقيت بلا ربي يون وقيل معنا يس وقيل سمناس أصل الأصول ذي الجذرة، ذي الجذرة جهدا ذي الإيمان ربي يون أريسي الشريك. سلعة هذه اللان ذي الزبور لذيور ويدي تفرفيرا، سلعة هذه اللان ذي التوراة إذورار وذالين، سلعة هذه اللان ذي الإنجيل التجرد ويني ثمرا، سلعة هذه اللان ذي القرآن يلدين في بوري غلقا إنزد في محمد رسول النبي عزيز صلى الله عليه وسلم. العقيدة نفعت، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. جانب العقيدة ثرى، جانب العبادة العبادة توسع، ذيك تصلي، ذيك رمضان، العشور الزكاة، ذيك رمضان، ذيك الحج، العمرة، ذيك العبادة. ربي قارنا نعبد نتسا وحدس ذا لا شريك له. باش هذه قبل ربي العبادة مولاش مشاكل. أنا عتسف باطل لا عتافي لا الفايدة ولاش. نسى فلاح ما يزرعيت يرنا يخرزيت يتراجو الغلة. أمشي غدينا ربي ذي سورة الكهف الآية 110 أشو دينا؟ فمن كان يرجو لقاء ربه ولي تراجل لم قبل ربي واش راه يخدم؟ ذي قيمة كان ما نخدم ما نردم لا ربي ذي قال فليعمل زيد عملا أرنياس صالحا هذه يخدم له خدمة صالحا يختم يتسند ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أين كي يخدم يا ربي وحدس؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما شاء الله. أدنغال سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وحدس ربي سبحانه أرنياس ذي سورة الحجر الآية 99 آخر آية ربي شو دينا ذي الآية إن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أعبد رب المثمث ماشي غير ما يوزم أشحال دينا ذاك يوزم 40 سنة توزم يعني سي بون بركة 40 سنة كي رمضان وزمر ذوك نبذو وزمر ذي الشتوى وزمر ذي الفسوس وزمر ذي الخريف بركة. لا مادام ساعة زمرت أوزم ما فرحت الزمرت وتوزم مالك استغفر وليك خاطر بين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نمسفهم قادو غرس بعد شوية صافي العبادة سلامة الآية 99 من سورة الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة ورتسعر الكونجي نمسفها زيد جوست ابرزام شو ديوسان تسد سورة أمك تبدا النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه مباشرة ترتيب عجيب بين آخر آية وأول آية من السورة اللاحقة. وهذا الموضوع يحتاج إلى مزيد بيان في فضاءات وفي دروس أخرى. العبادة فرا يلا ذا القرآن يوري غدا فريد الوحي الطاهر ذكوين يعني تشرعي الشريعة إناد في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الشريعة خدمة لي الروبير سيوسيا ياك لا بوسول واضحة الآيات كثيرة
أتغرض الآية في 9 في سورة الإسراء، أتغرض الآيات من سورة الفاتحة كلها، أتغرض الآية سورة العصر أكن مثلا ذيك المعالي ماكي، أتغرض سورة البقرة أدفضيس آيات التخلية وآيات التحلية، نتخلى عن الرذائل ونتحلى بالفضائل. من بعد دنا في الآيات التربوية حوايج تميد الجانب الشرعي، خاطر تصرف كاع الشرع كي الحونت مثلا والشمس وضحاها. من بعد روح المد الآية 7 سي الآية 7 الآية 19 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من بعد الجانب التشريعي أتفضل الآية 275 من سورة البقرة أذكر بعد في الربا ذيريث يتهدوا كلش يرزى لي فالور القيم، يتهدوا ثمسة الاقتصاد الايكونومي، يتسود لي كريز الأزمات حذرث. الآية 275 من سورة البقرة أغدي قال ربي وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا فضل الآية 280 قوين يعني القروض اللي دات طلع غير يمذانا. أتفضل الآية 282 من سورة البقرة أطول آية في القرآن في مجال التشريع، في مجال التقنين، في مجال المعاملات. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أين يعني التوثيق، أين يعني التجارة، أين يعني الشهود الإشهاد. عجب، أتفضل عجب على بالك، عجب للقرآن الكريم كل شيء واضح. وين يبغان قال استقباليث وين ذان يوفى، وين ذان يوفى. ونبغى راه ذي اش تخضبط شي ما كان والو، شي اللي كساي غلاغ عقل ورحواج غير والو. وكي مسكين مسكين لانه يعرقس وفريد. الجانب الثالث اذا الجانب التشريعي الجانب الشرعي معاملات وغيرها هذه فقط اشارات. نروح الجانب بنقالو اللي هو الجانب التربوي، الجانب الاخلاقي التربوي نركز عليه. ذاكي ربي يناد في مدح النبي عليه الصلاه والسلام وانك لعلى خلق عظيم. يشكر يد ربي الصرف كاع عليا، خاطر في ما نعبد ربي نخص الصرف كاع مشكله شو من بعد ونشفي حاله ونشفي حاله. ما الكذب يلا، الغدر يلا، اكل الخي يلا، العب شطرتك يلا، دي التجاره ديال السواق ولا شتيذت ولا القدر ثلاث كسان السر، حيث كسان السر ماشي ذي العيب منو غنمدل، ماشي ذي العيب اشو ذي العيب سكسان السر. اكي قارني مغارن زيك النغن اذ النغن نورمال اقلق في الدنيا اذ النغن في ثلاث في فكل في حانوت فوال فراي تسمى خلف الغشي نورمال. ربي في سورة النساء الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بمعنى نورمال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الخلاف كذا يرمدن بلا تحديد، دون تحديد أو بيان لطبيعة النزاع، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. القضية اللي يرضى شرع ربي سنفي صلى الله عليه وسلم شو ديننا دي السنة ينس هو يسلم تسليما. إذن جماعة الخير كل شيء بان. أم بعد النبي عليه الصلاة والسلام إن غير الأخلاق إلا قصدت مازال تصرف كاع إن حديث كثيرة منها إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. العبد المؤمن يزمر ديال الدرجة علين سوا شو الصرف كاينس سوا شو أمين يظن أس يتظل ذكيض وكي قمة تقاشوش قمة أم كي الزمر فند ما ديال الدرجة كي علين الصرف كاع هذا كان هذه ريح ذاقي تصورب ذايا هذا كي دينا إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حديث نظن إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أنوك سعالك حمل النبي عليه الصلاة والسلام طاس أنوا أرقمنا الثماس
واقرب بكم مني مجلسا يوم القيامه. نسيري ما كون قيمه الورس انا نسيري مال زرا منوا ونسان تصرف كاع علين تصرف كاع علين يهضر في الاخلاق. ايوا احاديث كثيرين اتق الله حيثما كنت اقول ربي نضف الليل واتبع السيئه الحسنه تمحوها مثل خدم السيئه محوت الحسنه خاطر ربي ندير الايه ان الحسنات يذهبن السيئات الحديث الناد واتبع السيئه الحسنه تمحوها ابرا شو غدينا وخالق الناس بخلق حسن. انك تصرف كان ونسيت لها اما يثواشوا انت ما دي السوق ما ديروا طروت ما تمشاو الغاشي دحيس هنا ذي الاسواق ذي الاداره ذي كل مكان ذي الجوامع ذي المجتمع وخلق الناس بخلق حسن. يعني يناد الناس ماشي معنى المؤمنين غذرهم وقاعد نخاطي الناس عند اللي صرف كاع عليا وعندنا العيفه نقرزي من نورمال ما يكون ماشي الملائكه البشر يودينا غيشوض يغضض يا اخي قارن قبايلي ربي يعفو يغفر يوين يشظن يوخر. حديث صحيح رواه مسلم امازيغي. الى الحديث كان هذا تقبايلي تقبايل تسمع فيقنا شويه لا يتشرع يتدايا كان ربي يعفو يغفر يوين يشظن يوخر. هذا ما كان تفرق. ربي تقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. نعم اين يسلمك ذكيوث الله في 9 دي سوره الاسراء الايه 9 ان هذا القران يهدي التي هي اقوم. فالقران اذن منهاج حياه. ربي فضلي في عزيت في فضلي عز اقول رمضان ينزل القرآن قبل رمضان بداية النزول ينس. الآية 185 من سورة البقرة يمدينا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سؤال ثلاث أيام يحضرنا كذا في المعاني القرآن وكذا. مثلا الآية يسمى سورة الجمعة الآية الثانية الآية في السنة ربي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إن ربي ذا سورة الجن شو دينا ربي سبحانه إن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآية الأولى والثانية قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن استعرف قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا الجن بيسمع القرآن الكريم شو سمع نفر إن سمعنا قرآنا عجبا نسمع القرآن عجب من بعد شو دنان يهدي إلى الرشد يتساوين غيتوليه سبريد يلهان بريد الرشد يهدي إلى الرشد فآمنا به أعلنوا إيمانهم وبعد قالوا ولن نشرك بربنا أحدا. ذلموا حال نخدم الشريك وين دي الشجاع القرآن كي محمد صلى الله عليه وسلم. ثورة الخاتمة ند رمضان والقرآن ربي ند ذي الآية 183 من سورة البقرة يناد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا ربي يوجد في لنا رمضان ويسعدنا أما السعدنا خاطر يغر نسامح حطات في مهمة في حياتنا فظلي ثلاثة الحمد لله 5 صلوات في اليوم والليلة. العشور يوني زمرن تزرم القواعد العشورة مشي لاند الزكاة رمضان من كل سكواس يتسد أقول ذي كل ذي نفقاول ماشي لنسى خاطر نسى يلا سكواس ميتي دي فرض ربي نكون ذي نفقاول خاطر نكون إلا نوقع ذي وزامنا إلي ندير سكواس ولا شيثن ولا شيثن أصلا شحال يتسنم وزامنا سكواس يعدان السكواس تصومنا راه خاطر موثم. هناك من صام العام الماضي وهذا السنة ما يصومش لأنه ميت
نقول اللهم بلغنا رمضان نكون ثورة قال الحمد لله ذا غنزر راه مازال رمضان مازال يبيض قريب بلو قال يوضن نقول تصور وين يكتب ربي يوض أما السادس فليصمه كما قال القرآن، بمعنى يسعى الفرصة إضافية اون شونس نظن تاهي صافي لقى بروفيتي إلا قام بروفيتي ماكسيموم خاطر ذا ونزرار ونحصي والو بالك ما يلحق غد وقول رمضان كي يسدون بالك هو يظن تسيدي يرى الله أعلم. لذلك كان فارس رمضان خاطر رمضان شهر الاستثمار في الطاعات في القربات في الباقيات الصالحات ما شاء الله. ديس رمضان ديس الخير يلس دم القرآن رمضان نظام ذكر التراويح القرآن الخير وقال يتساك خدم الإحسان يتعاونيه الليلان المغذان زريغة تصل للمؤمنين يا ربي الحمد لله كن يوفق ربي إن شاء الله. أما السعادة بوين يفك ربي يذريم الرزاق يرنا ينفق قال استقبالي ثا ربي فكا غي مسن ثلديضا غي فسن فكا غي مسن الرزاق الديا غي فسن ما إلا هكا لا الوكا يسعى الرزاق خدمنا هكا بخلا ربي يهديهم ويهدينا بشحاحا باش تدفغ 100 فراك روح شل دافوسيس بالسيف ميويا ما شاء الله سرح ربي دي سرح هكي قرن وربي يناد وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. النبي عليه الصلاة والسلام يناد نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال يصلحني ورقاز يصلحني ارقاز تنبط وقال يفكى ربي الرزاق ولكن وتسونارا الحقيقي الليل ولا مغفون ولا ثجالت ولا وجيل ولا مضين. أما السعادة نسم يلا طيب إذن هو شهر الاستثمار ولكن هذا أول نظام ذا غلا وقاذو غسر مثنارا وتصوصو منارا وقاذو مي تروح تزمرث كي نظام 40 سنة 45 سنة كي تصوصو أسقوا سهلك ويهلك السكر ويهلك كذا يروح الطفل سيدك الشين تصوصو مضارا الله غالب وكي تغاض الحال ورح تزن نورمال ورث الزمير ضارا وربي يناد في سورة البقرة الآية 286 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربي وغيك الفرا أكثر تزمر في النظر هذا ما كان فرا وحدث هذول الآية النظام في سورة البقرة أم السلام الآية 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بعد شو دينا ربي سبحانه في الخاتمة ينس إناد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربي بغا كان ليسر ذي الآية 28 من سورة النساء إناد يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربي بغا أتسيدي استخفف في اللون أتسيفسوس في اللون وخلق الإنسان ضعيفا بنادم الضعيف. ويناد في سورة الحج الآية 78 وما جعل عليكم في الدين من حرج. يا ربي الحمد لله إني نكون يسعى الدين ماقي ما شاء الله. ما في غير القاعدة الفقهية أشدنا إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. شو المعنى يس ما يكسر بي ونث الزمرت يكسر تزمرت يكس فلاس الواجباقي يسخف فلاس سلب إذا سلب الله ما وهب تزمرت فوس ربي ما يكساكش تساقوا دارا هذه يستخفف الله أسقط ما أوجب. ولا إنسان هذه يسفغ الفدية أمنت الساعة 100 الساعة اللاجر كيف الخير ربح يفكاد ربي ثابورث يا ربي الحمد لله. ثورة آية مثلا ذواقيذ الدين النخ رمضان أثايا إن شاء الله مرحبا لا سلاماس إن شاء الله غير سوى ربي باش نوزم أقول رمضان كندين عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هي فرص متاحة في هذا الشهر الفضيل لاستثمار أيامه ولياليه في الطاعات
لاستثمار نهاره وليله في الطاعات والقربات والباقيات الصالحات. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.